بيكم فيديو جديد ومعاكم نهى في ريفيو جديد. النهارده هنتكلم عن منتج من منتجات اوريفليم من اللاين بتاع لاب ناتشر. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بينا تعالوا اقول لكم رايي ايه فيه بشكل سريع. زي ما انتم شايفين قدامكم معانا الاكسفولتنج بودي سكراب جام من اللاين بتاع لاب ناتشر من شركه اوريفليم. اللاين دوت بمستخلصات التوت. المنتج ده انا بالفعل قربت اخلصه زي ما انتم شايفين. المنتج ده بالنسبه لي ما كانش افكتيف خالص. الحبيبات بتاعته مش بتعمل اكسفولتنج خالص للبشره. هو ريحته حلوه جدا وشبه زي ما انتم شايفين مربى الفراوله، ولكن انا خلصته لان انا كنت بصراحه عايزه اخلص منه لانه ما ادانيش الافكت المطلوب. هو كريحه ريحه لطيفه جدا، لكن كافكت لا، الحبيبات بتاعته شكلها غريب وما بتعملش خالص تقشير للبشره. انا بالنسبه لي كنت بدي ريحه كده، يعني كنت بدي ريحه لجسمي لان انا بحب بصراحه المنتجات بتاعه لاف ناتشر وبحب ريحتها، خصوصا اللي بالبيري. برضو كنت جايبه ماسك وسكراب بس للوجه مش للجسم، هكلمكم عنهم بالتفصيل. ده كده كان رايي وبشكل سريع في السكراب المقشر اللي هو بتاع المربى. هو المفروض حجمه 200 ملي. هو بصراحة ما قعدش معايا كتير، يعني انا استخدمته مرتين ثلاثة كان خلاص قرب يخلص، بس سبتلكوا الحبة دول عشان اوريكوا شكله من جوه وشكل الحبيبات بتاعته. الحبيبات بتاعته كبيرة كده، عاملة زي فصوص الفراولة. عارفين الفصوص اللي هي بتبقى في الفراولة دي؟ هي بالظبط عاملة زيها كده، وما ادتنيش اي نوع من انواع التقشير للبشرة. انا بس هي الفكرة كلها ان هو كان بيدي ريحه حلوه للجسم. اكتر من كده انا ما خدتش منه التاثير المطلوب رغم حبي الشديد للمنتجات بتاعه لاف ناتشر. ده كده كان رايي في السكراب بتاعنا النهارده. كل اللي جربه يقول لي رايه في التعليقات ايه. انا ما اعرفش هو لسه بيظهر ولا لا، بس انا بشوفه احيانا في الكتالوج بتاع اوريفليم. اتمنى يكون الفيديو افادكم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم في فيديوهات حلوه كتير وريفيوهات احلى. على خير، باي باي.